السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في هذه الحلقة من المراقبة، والتي سنتحدث فيها عن قطر في المقدمة، والمغرب يتفوق على الجزائر في مؤشر السلام العالمي حول الدول الأكثر أمانا في العالم. مؤشر السلام العالمي المعروف هو محاولة لقياس وضع السلم بصفة نسبية للدول والمناطق في العالم، وهو من إنتاج وإصدار معهد الاقتصاد والسلام. وقد وضع هذا المؤشر بالتشاور مع فريق دولي من الخبراء والمعاهد ومراكز البحث، وبالتعاون مع مركز دراسات السلام والنزاعات في جامعة سيدني بأستراليا، مع تحليل البيانات من قبل الاستخبارات الاقتصادية. القائمة الأولى ظهرت في مايو من عام 2007، وهذه الدراسة هي من بنات أفكار رجل الأعمال الأسترالي ستيف كيليا، وإقراره من قبل أفراد مثل الدلاي لاما والأسقف ديزموند توتو ومحمد يونس ورئيسة إيرلندا السابقة ماري روبنسون، وأيضا الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر. في كل سنة يصدر هذا التقرير ويقدم بعض الأرقام، لكن سنتحدث عن مؤشر السلام أو الدول الأكثر أمانا لعام 2022. وطبعا كل الدول يهمها كثيرا ظهور اسمها ورتبتها في هذا المؤشر العالمي، لأن هذا أيضا لديه تأثيرات اقتصادية، لديه يشجع رجال الأعمال ويشجع المستثمرين على الذهاب إلى هذه الدول، يشجع أيضا السواح، معناه عنده تأثير اقتصادي كبير على الدول. ولذلك الدول لا يمكن ألا تهتم بمثل هذه المؤشرات العالمية. الجزائر طبعا من بين الدول اللي كم من مرة تحتل مراتب يعني مختلفة في هذا المؤشر. نحن لاحظنا أن تبون وطاقمه والنظام العسكري في الجزائر يتحدث على أن الجزائر الآن رايحة للبريكس، وأنا سنة الاقتلاع الاقتصادي والجزائر راح تكون من الدول الكبرى. بل في آخر حوار أجراه تبون مع لوفيغارو الفرنسية تحدث بأن الجزائر هي الدولة النافذة والقوية في قارة إفريقيا، وفرنسا هي الدولة الخامسة من حيث القوة والتأثير في العالم. معناها أن العلاقات بين قوتين. نبتعد عن تصريحات صناع القرار، لأنه رئيس يشوف يروح وراه ينفذ في برنامج في رأيكم راح يجي يتحدث لكم على أنه لم ينجح وأنه فشل. من المستحيل، خاصة النظام الجزائري الباطل يردوا حق ويحولوا إلى حق، والتدهور والأزمات يحولها إلى إنجازات، والمحن يحاول يظهرها كأنها منح وهي عكس ذلك تماما. لذلك على الجزائري أن لا ينظر إلى ما يقوله تبون ولا شنقريحة ولا ما يقوله بعض أبواق العسكر عبر وسائل الإعلام ولا شيء، هذه كله كلام. ولا تنظر إلى كلامي أنا عندما أتحدث لك عن الوضع الجزائري إلا إذا كان كلام موثق بتقارير. لكن تقييم وضع الجزائر انظر إلى مثل هذه المؤسسات الدولية. تشاهدون في الصورة الدول الأكثر أمانا في العالم عام 2022، حيث تشوفوا 10 دول هي إيزلندا، نيوزيلندا، إيرلندا، الدنمارك، النمسا، البرتغال، سلوفينيا، الجمهورية التشيكية، سنغافورة، اليابان. أما الدول العربية فنجد قطر تحتل المرتبة 23 عالميا، الكويت المرتبة 39 عالميا،
الأردن المرتبة 57 عالميا. الإمارات العربية المتحدة المرتبة 60 عالميا. سلطنة عمان في 64 عالميا. المغرب المرتبة 74 عالميا. تونس المرتبة 85 عالميا. البحرين 99 عالميا. الجزائر المرتبة 109 عالميا. أما الدول الأقل أمانا في العالم هي كالتالي: أفغانستان احتلت المرتبة 163. أفغانستان احتلت المرتبة 163. اليمن 162. سوريا 161. روسيا 160. جنوب السودان 159. جمهورية الكونغو 158. العراق 157. الصومال 156. جمهورية أفريقيا الوسطى 155. والسودان 154. لاحظوا الدول اللي دخلتها إيران، ها هي تم ذكر اليمن وسوريا والعراق كدول هي الأسوأ في العالم. يعني أسوأ بلد هي أفغانستان اللي غزتها أمريكا باش تنشر فيها الديمقراطية وتنهي حركة طالبان، وبقت فيها 20 سنة ثم غادرتها ورجع لها طالبان مجددا. باش تعرفوا بأن حلول الأزمات لا تأتي من الخارج ولا تأتي من طرف القوى الكبرى اللي تدور على مصالحها. اليوم تستعمل الحروب أو الحرب من أجل مصلحة، إذا اقتضى الحب تحول الحرب إلى حب من أجل المصلحة ليس إلا. الجزائر كما لاحظتم أن المغرب في المرتبة 74 والجزائر المرتبة 109. نعم، وشوف التفوق الكبير. أولا لاحظنا قطر هي في المقدمة، وشوفوا فقط ما أنجزته قطر على مستوى كأس العالم رايح يخليها لسنين هي في تحقق نتائج إيجابية على كل الأصعدة. فنجاحها في تنظيم هذا الكأس وبتلك الطريقة المذهلة أمر يعني راح تستفيد منه قطر، ويصير عندها ثقل استراتيجي غير مسبوق. هذه الحقيقة التي نقولها ليس تطبيلا ولا تزميرا ولا شيء، بل هذا هو التحليل المنطقي حقيقة، وستكسب الكثير. قد يقول البعض بعضهم ينتقدوا يقول لك صرفت عشرات أو مئات المليارات. نعم، صرفت مليارات في أول كأس عالمية في بلاد العرب، وستحقق مليارات أخرى جراء ذلك، والأيام بين نسيج. الملاحظ شوف المغرب 74 والجزائر 109. حقيقة شوف الفرق، يعني تقريبا تفوق عليها بأكثر من 30. تفوق كبير، رقم كبير. وإن دل على شيء فإنما يدل على عدة أمور. أولا قد يقول لي علاش تقارن فيها مع المغرب؟ سأقول لكم أن عقدة النظام الجزائري هو المغرب، وفي خلال هذه الأزمة التي اندلعت وهي أزمة دائما أحادية الجانب من الطرف الجزائري، راهي حاولوا يصوروا المغرب راه منهار، المغرب راه في كارثة، الشعب المغربي راهو خلاص ما بقى له والو في مثل هذه المسألة، ما بقى له خلاص، راه متدهور، راه وضعه سيء جدا. ولكن يأتي مؤشر عالمي يتحدث على هذا الأمر يعطي صورة عكس ذلك. يعني مش هذا كلام الإعلام، مش تعرفوا بأن الكلام الذي يأتي من الإعلام الجزائري كله الريح والشمال. المصائب لا تأتي فرادى، هكذا هو حال المغرب اليوم. مؤشرات اقتصادية مقلقة ونمو سلبي حسب أحدث مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط. 3.2 مليون شخص دخلوا دائرة الفقر أو الهشاشة بسبب ارتفاع الأسعار وتداعيات جائحة كورونا. وتوقعت المندوبية ارتفاع معدل الفقر المطلق من 3% سنة 2021 إلى 4.9%، ومن 1% إلى 1.7% في المناطق الحضرية. وتسجل نسب الفقر من 6.8% إلى 10.7% ليس داخل هذا الوسط القروي. اللاجئين السوريين في أحد بلدان الجوار السوري، بل حي عشوائي في ضواحي العاصمة الجزائرية.
يكرس الحي على غرار مدن الصفيح مفهوم الدولة الغنية والشعب الفقير في بلد تجاوزت احتياطاته النقدية 200 مليار دولار. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه من المفروض يقول لي قائل لماذا لا تقارنها مع قطر؟ من المفروض الجزائر لا تقارن لا مع قطر ولا غير قطر. الجزائر كبيرة جغرافيا وثروات هائلة وطائلة وعدد سكانها كي تقارنها مع الثروات راهي من المفروض كل واحد عايش في بحبوحة. ولكن للأسف وصلنا إلى حال دولة نفطية غازية تروح تقارنها مع دولة لا تملك نفط وغاز، وهذه معادلة خاطئة. ولكن نظرا لأنه عقدة النظام الجزائري هي المغرب، هاني نقارنك مع المغرب. شوف المغرب يحتل المرتبة 74 وانت 109 في الدول الأكثر أمانا في العالم. يعني واحد مؤسسة دولية مستثمر سواح عندما يسمعوا بهذه المؤشرات اللي تناولها كل صحافة العالم يفكر لك يروح يستثمر في الجزائر، يفكر لك يروح سياحة الجزائر. مستحيل. ما كانش حاجة يحرص عليها الإنسان مثل أمنه ومثل أمن ثرواته. هذا يحرص عليهم كثير، أمن نفسه وماله. فلا يمكن أن يغامر بالذهاب إلى بلد مصنفة راهي الأسوأ يعني من ضمن الدول التي ما فيهاش أمان كبير. طبعا عندما يجي واحد مستثمر يشوف هذه ويضطر أنه يروح يدير استثمارات في المنطقة المغاربية راح يشوف الأرقام هذه يفضل المغرب طبعا، ما يفضلش الجزائر. خلينا مثلا نشوف البعض يقول لي ما هي الطريقة اللي يديروا بها هذه المؤشرات. خليني نشوف نقول لك هي 24 نقطة. شوف النقطة الأولى يقول لك عدد الحروب الداخلية والخارجية المشارك فيها، تقديرات أعداد الوفيات الناجمة عن الحروب الخارجية وأخرى أيضا عن الحروب الداخلية، مستوى الصراع الداخلي المنظمة، العلاقات مع البلدان المجاورة، مستوى عدم الثقة في المواطنين الآخرين، عدد المشردين كنسبة مئوية من السكان. وهنا نذكر أن عدد المشردين في الجزائر راه أرقام هائلة. راه في 2000 تقريبا 2017 أو كذا تم الحديث على أن الرقم تجاوز 70,000 رقم أطلق من طرف جمعية، ولكن الأرقام الرسمية تتحدث من أنهم أكثر من 150,000 والرقم راه في تزايد. بالنسبة لهذه النقاط علاقات مع دول الجوار، شوف كيفاش تأثير العلاقات الهادئة مع دول الجوار في إعطاء صورة للبلد. أنت تروح تصنع لي أزمة كبيرة مع جارك المغربي، تصنع لي أزمة مع إسبانيا، أزمات في منطقة الساحل والصحراء، أزمات على الحدود، جي دول تضرب ليبيا يعني تبعثر أمنها واستقرارها وانت تتفرج وكأنك لا خلي نحمي حدودي، نحط العسكر على الحدود خلاص معناها راح نكون في أمان. عمرك ما تكون في أمان، لأن علاقة الدول فيما بينها الحدودية تؤثر على صورة الدولة. وعلاقتها أيضا مع المغرب. أنت الآن تراهن على جمهورية سادسة في المنطقة ومشعل على أزمات مع دول الجوار وتحوس أن الجزائر تكون عندها مستقبل في الاستثمارات وما إلى ذلك من هذه الأمور. خلينا نزيد نشوف عدم الاستقرار السياسي. عدم الاستقرار السياسي، مستوى احترام حقوق الإنسان، احتمال وقوع أحداث إرهابية. نعم الجزائر غير مستقرة سياسيا. شوف قيمة الاستقرار السياسي لما ثار الشعب الجزائري. لا قبل ذلك لما بوتفليقة جاء حكم عهدتين الدستور لا يغير. من المفروض الدستور الجزائري بسبب ما داروه الرؤساء هذم اللي يجي يحولوا إلى كراس محاولات، من المفروض علاش انتقدنا وقفنا ضد التعديل الأخير لأنه سيء ويفتح الأطماع. الرئيس واحد آخر يجي يدير فيه وش يحب. كان حكمنا درنا لجنة برلمانية، درنا انتخابات برلمانية حقيقية أو مجلس حقيقي يتكون من شخصيات لديها ثقل يديرون لنا دستور حقيقي ويمنع فيه التعديل. تكون مادة فيها ممنوع التعديل وممنوع إلغاؤه أو مساس بهذا الدستور، وأي رئيس يمس بهذا الدستور يفقد شرعيته، لأنه ممكن أنه ما يعدلوش ويديروا مثل ما دار قيس سعيد، الدستور محمي بمواد جنحه بالكل. ممكن وهذه في الجزائر ممكن يديروا انقلاب وينحوا كل شيء، ولكن عندما تكون فيها مادة تجرم أي فعل
بل تعتبره عمل إرهابي المساس بالدستور أو تعطيله أو تجميده أو إلغاؤه أو شيء من هذا القبيل. ثم بعد ذلك تجي تعمل مؤسسات وتكون شعبية. شوف الاستقرار السياسي وين. الجزائر الآن غير مستقرة سياسيا، وقعها سيء إلى أبعد الحدود، علاقاتها مع دول الجوار سيئة، نزاعات، عدم الثقة نتاع المواطنين في بعضهم البعض، عدم ثقة المواطن في مؤسسات نتاع البلد، وعدم ثقة المواطن حتى في شعوب مجاورة وفي أخرى. يعني وحد المرض راه يتصاعد بطريقة رهيبة سيضر بالجزائر داخليا وخارجيا. هذه الحقيقة. ثم قال لك مستوى احترام حقوق الإنسان. ما كانش احترام حقوق الإنسان. هذا كلمة مستوى احترام حقوق الإنسان تطلق على الدول التي تحترم حقوق الإنسان ونحوس على بعض الانتهاكات. الجزائر لا، خاصة منذ 2019. منذ 2019 ومستوى حقوق الإنسان سيء. نحن الآن يجب أن نفتش في الجزائر على الحالات التي احترمت فيها حقوق الإنسان، لأن المبدأ عدم احترام حقوق الإنسان. المبدأ هو انتهاك حقوق الإنسان. عندما الجزائر تختتم عامها 2022 باعتقال صحافي وتشميع مؤسسته ومحاربة الرأي الآخر وملاحقات واختطافات، والأجهزة الأمنية دايرة العجب العجاب في الناس بسبب آرائهم، كيفاش هنا راك تفتش لي على مدى احترام حقوق الإنسان؟ رئيس يطلع يهدد وأي واحد يشرك فمه كما قال يهدده. هذه دولة نستعمل معاه كل وسائل يخلصها غالية، ولو راه يهدر من بعيد، شراك الفم من بعيد، يجي الوقت وين يخلص. هذه دولة، هذه ممكن تكون عندها صورتها حسنة. أسوأ بلد الآن في مجال حقوق الإنسان هي الجزائر، ملفها أسود، وهذا سيرتد سلبا على البلاد والعباد. قال لك احتمال وقوع أحداث إرهابية في الجزائر موجودة، لأنها موجودة ما زالت منظمات، والجزائر أيضا راهي تتحدث على الإرهاب، راهي مدرجة دائرة قائمة أدرجت فيها أشخاص وكيانات على أساس إرهاب. معناها الإرهاب موجود يوميا، أخبار هنا وهناك حول ما يحدث. الإرهاب ليس فقط منظمات، هناك ممارسات. ما حدث في منطقة القبائل واستهدف الغابات واستهدف حتى جمال بن إسماعيل هو عمل إرهابي. هذه راح صداها ارتد إلى كل العالم، راح يكون عندها تأثيرات سلبية. بدل أنك تفكر لي كيفاش تلملم هذه القضية، ابحث من يقف وراءها، لأن الذي وقف وراءها ما حرقش غابات فقط، حرق عسكر وحرق صورة البلد وأمنها واستقرارها. ثم أيضا يتكلموا عدد جرائم القتل راهي متصاعدة، جرائم العنف راهو متصاعد في الجزائر، احتمال وقوع مظاهرات عنيفة محتمل جدا. حقيقة أن الحراك الشعبي عندما اندلع بطريقة حضارية، ولكن أيضا ممارسات الأجهزة الأمنية في تلك الفترة ساعدت على أن الحراك يتجه في اتجاه سلمي، ولأنه قضية سلمية المظاهرات يتقاسمها الجميع، السلطة والمتظاهرين. ولكن الآن السلطة متوحشة، يعني الشعب راه يعيش احتقان، عدم ثقة، السلطة تكذب في وضح النهار، الوضع الاجتماعي متدهور، غلاء الأسعار، تدهور القدرة الشرائية. السلطة تلجأ إلى شراء السلم الاجتماعي عن طريق توزيع الأموال. معناها أن الشارع مهدد بالانفجار. ترى في ظل هذا الوضع وهذه الطريقة تاع السلطة، هل لو ينفجر الشارع راح تعاملوا السلطة مثل عاملاته في 2019؟ لا أعتقد. السلطة التي تمارس التعذيب والاختطافات وتلاحق الناس بمخططات اغتيال وما إلى ذلك بسبب مواقفهم فقط وكتاباتهم يوميا، راهم صحفيين، راهم يعتقلون ويختطفون وناشطين سياسيين. في رأيك لو غدوة يخرج الشارع كيف راح تتعامل معه؟ معناها الآن نظرت هذه المؤسسات تقول بأن الجزائر مهددة بمظاهرات يكون فيها عنف، لأن السلطة راح تعاملها بعنف. مش العنف يأتي من الشارع، لكن السلطة لا تقبل رأي آخر، لأن النظام عسكري ويرى بأن أي واحد يطالب بالتغيير هو يتآمر على المؤسسة العسكرية ويستهدفها. معناها يتآمر على الدولة الجزائرية، لأن الجزائر راهي
في البوط العسكري فقط مختصرة هناك، وليست في الجزائر مؤسسات ومفكرين ومثقفين ومجتمع مدني. لا، الجزائر عبارة عن كزرنات ليس علم. المهم أمور أخرى، عدد المسجونين راهو في تصاعد، السجون راهي مليانة، عدد ضباط الشرطة والأمن راهو متصاعد، الإنفاق العسكري كنسبة مئوية من الناتج المحلي والإجمالي، ورانا شفنا الميزانية اللي خصتها مؤخرا المؤسسة العسكرية لنفسها. طبعا الميزانية في الأصل هي مفتوحة، فقط هذا الرقم لضبط الأمور من الناحية القانونية ليس إلا، ولكنها ميزانية مفتوحة. رانا نشوف فيها هي أكبر ميزانية، الإنفاق العسكري هو الأكبر. كثير من الأمور توحي إلى أنه البلد غير مستقرة، لأنه كي تجي حديثكم إلا عسكري وكلش في الشؤون العسكرية والتسليح والعتاد وكذا، تحوس تظهر الدولة قوية، أنت تضعفها بهذه الطريقة، تضعفها حقيقة، وتعطي مؤشرات على أن البلد مهددة بصراعات وحروب، وهذا يجعل البلد أقل أمانا واستقرارا وسلما من الدول الأخرى. عدد أفراد القوات المسلحة، واردات الأسلحة التقليدية الرئيسية، صادرات الأسلحة التقليدية الرئيسية، حاك تشوف فيها كلش عسكرية. معناها هذه المؤشرات كلها راهي تنبني على هذه النقاط. لاحظوا عسكرة الدولة كيفاش يرتد سلبا على السلم والأمان للعيش في هذه البلاد. قطر تحتل المرتبة الأولى، عمركم شفتوا العسكر نتاعها؟ ما شفتوهمش، لا عسكر ولا تتظاهر عسكريا، تبرز قوتها في المجتمع المدني في العالم والجانب الإعلامي. حتى بالنسبة لقنواتها الإعلامية أقوى من جيوش في العالم، تزعزع جيوش، زعزعت قوى كبرى، خلت حتى أمريكا تستهدفها في أفغانستان والعراق، لم تستهدف مواقع عسكريين كما استهدفت الجزيرة وأخواتها. هذا هو يعني من يقول بأن القوة العسكرية هي اللي تصنع قوة الدولة ونفوذها راهو واهم. القوة العسكرية مهمة، ولكن ما يجب أن تطغى على الحياة العامة. لاحظوا عدد أفراد، التسليح كذا كذا، وتزيدوا تلقوا عدد الأسلحة الثقيلة، سهولة الحصول على الأسلحة الخفيفة والصغيرة، القدرة على التطور العسكري كذا. ما عندنا والو. شوف إذن المقياس مقياس الأمان يبنى على مدى عسكرة الدولة. عندما يشوفوا عدد الأفراد في تزايد، ميزانية التسليح في تزايد، الأزمات الخارجية، المهددات لحروب وصراعات داخلية وخارجية، كلها تضر بالدولة. لكن إبعاد المؤسسة العسكرية عن المشهد السياسي وخليها بعيدة، وتقوم بتطوراتها العسكرية بعيدة وبحوثها، وتعمل من أجل إظهار أنها مؤسسة تبحث عن السلم في العالم وتشارك مع الأمم المتحدة، وقال لك عمليات نصر الأمم المتحدة، عمليات النصر غير تابعة للأمم المتحدة، كذا كذا أشياء يعني على مستوى الدولي، كلها تدل على أن هذا الجيش ما هوش جيش لصراع، لكن جيش يتسلح بطرق مختلفة، يجيب كل الأسلحة، يتبنى في ميليشيا تتمثل في ميليشيا البوليزاريو التي هي مجرد ميليشيا لدى المجتمع الدولي، لدى هذه المؤسسات، يتبناها، يدفعها نحو حرب، ويدفعها نحو إلغاء اتفاق وقف إطلاق النار مع المغرب، ويدفع ويعطي لها كل الأسلحة، وتقوم بعمليات تستهدف جيران. أمر آخر، تلويح بحرب ضد المغرب، حشد قوات على الحدود. تبون يجي في صحيفة ذائعة الصيت في فرنسا من أكبر الصحف يعني في العالم، ويجي يقول بأنه قطع العلاقات كان بديل عن الحرب. كيفاش راح يصنف لك هذه البلاد أنها بلاد آمنة ومستقرة وممكن هذا يفتح أبواب الاستثمارات؟ إذن في حين لو أسقطنا هذه الجوانب كلها على المغرب نجد أن المغرب لا يظهر عسكرة الدولة، عنده جيشه، والجيش راه موجود في عدة مناطق، راه يسعى إلى التطور، يسعى إلى تقوية قواته الدفاعية. المغرب يظهر للعالم على أنه في موضع الدفاع، نعم في موضع الدفاع. لما تأتي قوى كبرى تعتبر الصحراء مغربية، تعترف بسيادة المغرب على الصحراء، تشيد بالحكم الذاتي، في حين أنه مهاجم من الأطراف الأخرى، معناها المغرب في هذه الحالة حقيقة أنه تأخر في شوي في النسبة بسبب هذه الضغوطات الخارجية، وتحاول الإضرار به. فمن أضر به؟ أنا نقول لك لولا مسألة الصحراء
والنزاع هذا القائم، المغرب راه في المراتب الأولى، ولكن مستقبلا سيتصاعد الأمر أكثر من ذي قبل، في حين الجزائر ستزيد في فقد مواقعها. ولو نرجع إلى الأرقام اللي حققتها الجزائر حول مستوى الأمن والأمان لوجدناها في 2018 نفس المرتبة 109 اللي حققتها الآن. معناها أن الجزائر في 2018 في أيامات نهاية عهدة بوتفليقة هي نفس الوضع الذي عليه الآن بعد رحيل بوتفليقة ب3 سنوات عن الحكم. ما تغير والو. وتبون يجي يحكي لك عن الجزائر الجديدة وما إلى ذلك من هذه الأمور. اختصارا أنه عسكرة الدولة راهي تضر بصورة الدولة. الدول كلها تصنع أسلحة وتعمل من أجل تقوية جيوشها، ولكن بطريقة تكون هذه الجيوش تظهر أنها خاضعة لسلطة الدولة المدنية. عندما يظهر أمام العالم أن الجيش هذا يعمل على تطوير أسلحة، عنده ميزانية، يحاول يطور نفسه عسكريا، ولكن العسكر راهم خاضعين لرئيس منتخب. معناها العسكر خاضعين لإرادة شعبية، والشعوب لا تحب الحروب، هذا هو الواقع. ولكن عندما يرون أن واجهة مدنية، مؤسسات مزيفة، تبون نهار كامل هو لاصق معاها شنقريحة، وكل المعطيات الدولية والصحف تتحدث على أنه تبون ما هو إلا واجهة مدنية، وأن الحاكم الفعلي هي قيادة الأركان وجنرالات الجزائر. وجريدة إسبانية قالت من قبل بأنه تبون دمية عن شنقريحة. وأصلا رئيس فرنسا اللي هي القوة الخامسة في العالم تحدث من أنه النظام سياسي عسكري وتبون عالق في هذا النظام العسكري. يعني كل العالم مقتنع، يعني بعد الجزائريين مقتنع بأنه النظام عسكري. بهذه في رأيك الدول التي تحكمها أنظمة عسكرية يمكن أن تكون محل يعني دول ذات أمن واستقرار وسلام، أو أنه يمكن أن تكون وجهة للمستثمرين الأجانب؟ كاين مستثمرين جاوا الجزائر سرقوا لهم فلوسهم، وكاين اللي دمروا لهم أموالهم وممتلكاتهم. ولما يشوف أصلا العالم نظام عسكري عنده أكثر من 30 جنرال في السجون بتهم الفساد، لما يشوف جنرالات قتلوا بعض، قفزوا ببعض، ومدير الأمن الداخلي راه في السجن، من جنرال ردوه جندي وهو أبو عزة وسيني، يوسف بوزيد كان حاكم الأمن الخارجي راه في السجن، جنرالات آخرين راهم مهددين بالسجن. لما يشوفوا مؤسسة عسكرية تعيش هذا الواقع، وفي نفس الوقت هذه المؤسسة هي الصانع الفعلي للحكم في الجزائر، في رأيكم يمكن أن يثقوا فيها أو يعتبروها أنها بلد آمنة سواء للعيش أو للسياحة أو غير ذلك؟ أبدا. في حين لما ينظروا إلى المغرب يرون بأن الملك هو الحاكم الفعلي، حتى لو كان يغيب لا يظهر أو يمر بوضع صحي معين، ولكن لا واحد يسأل هل هو الحاكم الفعلي أم لا، لأن المؤسسة العسكرية خاضعة للقصر الملكي. هذا معناها مؤسسة عسكرية في المغرب خاضعة لحكم مدني، ولذلك يثقوا فيها، لأنه هناك قوانين، هناك مؤسسات، هناك نظام عريق قديم عنده علاقات مع كل القوى الكبرى. في حين الجزائر نظام عصابات، ما كانش مؤسسات، الكزرنات لا تحاسب ولا تحاسب أبدا، والكزرنات هي التي تحكم الدولة ولا يمكن محاسبتها، بل هم أكبر من القانون. طبعا هذا راح يحول الدولة إلى أنها دولة بائسة من حيث الأمن، وأيضا أنها دولة غير مستقرة، وأنها مهددة بصراعات وأزمات، وأنها ممكن أن تصنع حروب مع دول الجوار. إذن هذه هي صورة الجزائر الحقيقية، هذه هي الجزائر اللي صنعها تبون، وراه يطمع في عهدة رئاسية ثانية لكي يكمل وعوده ويطلق ربما وعود جديدة، بعدما يدعي ويزعم أنه أوفى بكل 54 وعد. قد يخرج لنا ب 132 وعد على وزن 132 سنة الاستعمار، التي قال أنه للجزائريين ممكن المفروض يعطوا لهم فيزا بتاع 132 سنة. كل شيء وارد، أو يطلع لنا بوعود على قد رقم عدد الشهداء اللي قال 5,630,000 كما ادعى في أحد أرقامه، لا هي مبنية على أسس ولا أي شيء.
صورة الدولة الجزائرية راهي بائسة يا ناس وتتدهور أكثر، وعسكرة الدولة صارت مفضوحة. حتى في مراحل معينة كانت الدولة عسكرية، عمرهم لا غابوا العسكر عن الحكم، ولكنهم في مرحلة معينة اختفوا إلى حد ما. ولكن الآن الأمور مفضوحة ومكشوفة، والدولة تحولت إلى عصابات تتعامل مع الآراء الأخرى بمنطق مافيوي ليس إلا، وهذا سيزيد الجزائر عزلة إن كانت الآن أصبحت غير آمنة وتحتل هذه المرتبة على مستوى العالم. فالقادم سيكون أسوأ على المستوى السياسي والدبلوماسي وعلى مستوى كل القضايا، خاصة أنه هناك مخطط آخر يطبخ على نار هادئة. حينها ستصبح الجزائر دولة راعية للإرهاب، والأمر يتعلق بميليشيات البوليزاريو التي تتبناها الجزائر أبا عن جد. وأذكروا كلاما جيدا.